حدثت جريمة شنعاء مدينة عين الليلة في ولاية أم البواقي، حيث وجدت طبيبة مقتولة داخل منزلها وهي حامل في شهرها التاسع. وقد وجدت الضحية وهي متزوجة وأم لطفل عمره عامين تسبح في بركة من الدماء، حيث قتلت بطعنات باستعمال آلة حادة مست أنحاء من جسمها ورقبتها. وقد باشرت عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة عين بليلة تحقيقاتها الأمنية من أجل الكشف عن ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هزت سكون المدينة. وقد تم نقل جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية للمدينة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أعميرات، أين ستخضع لعملية تشريح من طرف الطبيب الشرعي.